وجه حسن وموهبة فذة، صاحبة حضور استثنائي وأداء رائع. أبدعت على مر السنين بأدوارها المتنوعة، لقبت بشهرزاد الشاشة العربية، واستحقت هذا اللقب شكلاً ومضموناً. تعرفوا معنا على قصة حياة الفنانة سولاف فواخرجي، ممثلة ومخرجة سورية. ولدت في 27 من شهر تموز عام 1977. والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي، أما والدتها فهي الكاتبة الراحلة ابتسام أديب. درست فواخرجي في كلية الآداب بجامعة دمشق في قسم الآثار، وتخرجت منه عام 1998. بدايتها الفنية كانت خلال دراستها الجامعية، وتحديداً بالسنة الدراسية الثالثة، حيث رشحها المخرج ريمون بطرس لمشاركتها الأولى في فيلم الترحال، دون أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. حينها لفتت أنظار الجميع بموهبتها المميزة ووجهها الجميل، لتشارك بعدها في فيلم نسيم الروح. توالت عليها الأعمال الفنية، وكان من أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل مبروك، أحلام كبيرة، بكرة أحلى، أسمهان، ذكريات الزمن القادم. كما شاركت مؤخراً في مسلسل شارع شيكاغو الذي حصد ملايين المشاهدات في العالم العربي. وفي السينما السورية شكلت سولاف فواخرجي حالة استثنائية، حيث شاركت في العديد من الأفلام الناجحة مثل فيلم العشاق، مريم، طريق النحل. خاضت سولاف تجربة الإخراج السينمائي، وذلك عن طريق فيلمها رسائل الكرز. وبالنسبة لزواجها من الفنان وائل رمضان، تعرفت سولاف على وائل أثناء تصويرهما لمسلسل الجمل، ليبدأ الإعجاب المتبادل فيما بينهم، وتبدأ قصة الحب التي تكللت بالزواج الذي أثمر عنه ولدان هما حمزة وعلي. ضج في عام 2022 خبر طلاق الفنانة سولاف فواخرجي من الفنان السوري وائل رمضان، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 23 عاماً. وصرح رمضان خلال برنامج شو القصة مع الإعلامية رابعة الزيات أنه وبالرغم من حدوث الطلاق إلا أنه ما زال يعيش معها في بيت واحد، وأن حبه لها مستمر مهما حدث. إذا كنت من متابعي سولاف فواخرجي ضع لنا رأيك فيها بالتعليقات.